السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حصة جديدة في شرح منهج ثاني عشر أدبي، منهج الإحصاء. شوفوا النهاردة هنتكلم عن دالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي متقطع. دالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي متقطع بيقول لنا يا ولاد دالة التوزيع التراكمي تاء للمتغير العشوائي المتقطع عند القيمة ألف. التعريف بتاعها هي احتمال وقوع المتغير العشوائي س بحيث يكون س أصغر من أو يساوي الألف. يعني س دي هتكون ايه، هتوضح أكتر في المثال، هتكون أصغر من أو تساوي الألف. طب ايه العلاقة اللي احنا هنمشي عليها؟ هي التاء ألف بتساوي احتمال اللام س أصغر من أو تساوي الألف. تمام، تعالوا نفهم الكلام ده قصده ايه. شوفوا المثال معايا كده، بيقول الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي المتقطع س. طيب أول حاجة يا ولاد بيقول لي ايه؟ أوجد تاء واحد وتاء 3.5 وتاء 4 وتاء 5. أول حاجة هعملها أروح مطبقة القانون بتاعي اللي هو ايه؟ أول حاجة هقول تاء واحد بيساوي احتمال السين أصغر من أو يساوي الواحد. تمام، ولذلك هاجي أبص على الواحد أهو، ادي الواحد اهو، اخد احتمال الواحد مفيش حاجة اصغر منه يا ولاد، يعني هيكون صفر مثلا، ممكن نقول 43% زائد صفر هيدينا 43، يبقى الاحتمال بتاعه 43%. 43%. تمام. طيب تعالوا نشوف النقطة التانية، بيقول لي هات احتمال ال3.5. تاء 3.5، هاجي اقول تاء 3.5 بتساوي، هقول احتمال السين أصغر من أو يساوي 3.5. بناء على القانون بتاعنا يا ولاد تعالوا شوفوا التلاتة. طب أنا 3.5 تقع فين يا مس؟ هتقع هنا. تمام، يبقى 3.5 دي هتقع هنا في النص بين 3 و4. طيب هنا لا توجد، يبقى احتمالها بصفر. تمام. طيب نبدأ نعوض، هناخد كل القيم اللي قبلها، يعني هناخد الصفر زائد 17% زائد 29% زائد 43%، ناخد القيمة يا ولاد وكل اللي أصغر منها. هاجي أقول يساوي صفر زائد 43% زائد 29% زائد 17%. نجمع كل دول على الآلة يا ولاد هيطلع لنا ب89%. تمام. طيب عايز التاء 4، نفس القانون، تاء 4 اجي اقف عند ال4 كده. اول حاجة هقول احتمال السين اصغر من او يساوي ال4. طيب عند ال4 اهو، ادي احتمال 4 اللي هي 9%. اجي اخد كل القيم اللي قبلها بقى، اقول يساوي اهو 43% زائد 29% زائد 17 زائد 9%. نجمع كل دول يا اولاد على الآلة يدينا 98%. شوفوا بقى لسه بقينا التاء 5، كذلك الامر هحط تاء 5 بتساوي واروح اطبق القانون بتاعي احتمال السين اصغر من او يساوي ال5. اخد كل، بص يا ولاد انا ممكن اخد القيم كلهم من اول وجديد، ادي ال5 اهو، واخد كل اللي قبليها، او ممكن اخد المجموع اللي انا اوريدي جايباه ده اللي هو 98% زائد احتمال ل5، يعني نقول ايه 2% زائد 98%. تمام. طيب الشاطر اللي هيقول لي مجموع دول يطلع كام؟ مجموعهم يا ولاد هيساوي 1، لان الاحتمال في جميع حالاته لازم الاجمالي بتاعه يساوي 1. تمام. وحاجة تانية اوضحها، لو انا جيت اخدت القيم دي، اخدت 43% زائد 29% زائد 17% زائد 9% زائد 2%، هيطلع لي 1. لو خدت الاجمالي بتاعهم اللي هو اللي هو تاء 4 ده اللي هو طلع ب98، مجموعهم كلهم لحد هنا اهو. تمام، وزود عليه الاحتمال بتاع ال5 برضو صحيح. تعالوا نشوف مثال تاني، بيقول لنا ايه؟ الجدول التالي يبين دالة التوزيع الاحتمالي د للمتغير العشوائي المتقطع س. طيب شوفوا بقى يا ولاد، عايز تاء
عايزين تاء 2 وتاء 3 وتاء 4 وتاء 4.5 وتاء 5 وتاء 7، حيث تاء دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي ايه س. خلاص احنا ابتدينا نعرف الكلام ده. اجي اول حاجة يا أبلة اجي اخد تاء، نقول تاء 2، تاء 2 يساوي احتمال السين اصغر من او يساوي الاتنين. تمام. طيب بصوا يا ولاد، هي الاتنين هنا موجودة اصلا؟ لا، يبقى الاحتمال بتاعها صفر. طب تعالوا نشوف التانية، تاء 3، تاء 3 كذلك الامر، هقول احتمال السين اصغر من او يساوي 3. تمام. اجي كده هنا اشوف، بص احتمال التلاتة اهو يساوي 5/10. ممكن لو بصينا للي اقل منها، مفيش اقل منها، هنحط صفر، يبقى 0 زائد 5/10 يدينا 5/10. طيب تاء، ادي عملت تاني واحدة، التانية الاولى والتانية. تاء بعد كده تاء 4، احتمال السين اصغر من او يساوي 4. هناخد ادي الاربعة اهي يا ولاد، ناخدها هي واللي اقل منها، هي واللي اقل منها، لذلك هقول 5/10 زائد 3/10. ممكن يا ولاد طبعا نحط ايه د 3 زائد د 4 عشان كتوضيح اكتر يعني، يدينا 8/10. بعد كده هنيجي ال4.5، تاء 4 و5/10 اهي يا ولاد، تاء 4 و5/10 اللي هي ايه هنا تقع في النص، هنا ال4 و5/10 دي اهو اللي هو احتمالها ب0. تمام. اجي اقول احتمال السين اصغر من او يساوي 4 و5/10، ولذلك يساوي، اخد بقى القيم بقى هنا، هنقول ايه 5/10 زائد 3/10 زائد 0 يساوي كام يا ولاد؟ هيساوي 8/10. تمام. طيب هنيجي نجيب التاء 5، لذلك الامر هنقول احتمال السين اصغر من او يساوي 5، يبقى يساوي، احط بقى القيم بقى يا ولاد كلها اللي قبلها، اول 5 ايه اهو 2/10 و3/10 و5/10، ناخد كل القيم نروح ايه نجمعهم. تمام. تعالوا 5/10 زائد 3/10 زائد 2/10، الشاطر اللي هيقول ان هي تطلع ايه 1. تمام. شوفوا بقى اخر حاجة يا ولاد، بيقول لي التاء 7. طب هي التاء 7 موجودة هنا؟ مش موجودة اصلا، مش موجودة. تمام. يبقى تعويضها بصفر، صفر وايه وكل اللي قبليها، صفر وكل اللي قبليها. تعالوا نكتبها هنا بقى، شوفوا تاء 7 هي مش موجودة اصلا. تمام. فلذلك هناخد كل ايه صفر وكل اللي قبليها، يعني هتطلع ب1 يا ولاد. بس كده، بس كده، بس بقى نشوف بقى الكلام الجزئية دي. بعض خواص دالة التوزيع التراكمي للمتغير العشوائي س. شوفوا يا ولاد، هنيجي بيقول لنا ايه القانون اللي هنستخدمه هنا في الجزئية دي، بيقول لي احتمال الالف اصغر من س واصغر من او يساوي الباء يدينا احتمال الباء ناقص احتمال الالف. احتمال السين اكبر من الالف بيساوي 1 ناقص احتمال السين اصغر من او يساوي الالف يساوي 1 ناقص تاء ايه الالف. تعالوا نشوف الكلام ده ونطبق عليه مثال عشان نفهم اكتر. اول حاجه يا ولاد بيقول لي الجدول التالي يبين بعض قيم داله التوزيع التراكمي تاء للمتغير العشوائي المتقطع س. طيب هو عايز اول حاجه احتمال السين اكبر من 1 واصغر من او يساوي 3، ورقم 2 السين اكبر من 2 واصغر من او يساوي 5، رقم 3 السين اصغر من 2. طيب اول حاجه يا ولاد هاجي اشوف القيم كده. اول حاجه عندي رقم 1 اللي هو احتمال السين اكبر من 1 واصغر من او يساوي 3، يبقى معناه كده ان هو عايز تاء 3 وتاء 1، تاء 3 وتاء 1. اجي اقول تاء 3 ناقص تاء 1 يساوي، اخد القيم يا ولاد، يبقى 6/10 ناقص 15/100 يساوي 45%. طيب الجزئية التانية الاحتمال التانية 5 وال2، يبقى تاء 5 ناقص تاء 2 يساوي 1 ناقص 2/10 يساوي 8%. اخر واحدة يا ولاد هنبقى يساوي اهو، هنا طبعا عايز س اصغر من الاسنان، يبقى نيجي لقيمة الاحتمال الاساسية اللي هي 1 ناقص قيمة الاسنان ناقص تاء 2
هيساوي 1 ناقص 2/10 يساوي 8/10. تمام. نشوف مثال تاني. هنشوف الجدول التالي يبين بعض القيم من دالة التوزيع التراكمي تاء للمتغير العشوائي. طيب هنيجي نشوف يا ولاد. بيقول لي اول حاجة عايز احتمال السين اكبر من 4 واصغر من او يساوي 5. لذلك هناخد تاء 5 وتاء ناقص تاء 4. يبقى هنقول تاء 5 ناقص تاء 4. ناخد القيم يا ولاد. تمام. تاء 5 اللي هي ب1. طبعا الاحتمال طالما تخطى الاعداد اللي عندنا يا ولاد يبقى ب1. تمام. 1 ناقص تاء 4 ب1 يساوي 0. بعد كده الاحتمال س اكبر من 3 يبقى 1 ناقص احتمال 3 يساوي 1 ناقص اهو 65/100 يساوي 35/100. كده انتهينا من الجزء بتاع حصة النهاردة، وهنكمل ان شاء الله الحصة اللي جاية توزيع ذات الحدين. لو في اي استفسار حد حابب يتواصل معايا الرقم 700 668 بس الرقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.